الأخبار الموجزة اليوم الأربعاء. قال وزير الدفاع الأفغاني المولوي محمد يعقوب مجاهد: إنه لا يوجد تهديد لدول أخرى من أراضي أفغانستان، ويجب على دول المنطقة أن تحاول ضمان أمنها الداخلي بدلا من إلقاء اللوم على أفغانستان. قال المساعد السياسي لرئاسة الوزراء المولوي عبد الكبير: سيتم الانتهاء من الدستور واللوائح الفرعية للقانون في وقت مقبل. قال وزير الداخلية خليفة سراج الدين حقاني أمام الاجتماع في كابول: إن هدف الإمارة الإسلامية هو الدفاع عن أراضيها، وعلى العالم أن يختار أسلوب التفاعل بدلا من خلق المشاكل ضد الإمارة الإسلامية. قال وزير التعليم العالي الشيخ نداء محمد نديم في الاحتفال بالذكرى الثانية للانتصار 20 عاما من نضال الأفغان ضد الاحتلال: إن النظام الإسلامي الحاكم والاستقلال هو نتيجة لتضحيات مئات الآلاف من المواطنين الأفغان. عين قاري محمد يوسف أحمدي رئيسا للإذاعة والتلفزيون الأفغاني بأمر من سماحة أمير المؤمنين حفظه الله تعالى. حسب تصريحات بلدية كابول، بدأ مشروعان لبناء الطرق في المنطقة 16. أعادت وكالة المعايير الوطنية 74 ناقلة نفط منخفضة الجودة إلى إيران في الأيام 10 الماضية من ميناء فراء 78 ميل. في الآونة الأخيرة اتخذت وكالة المواصفات الوطنية خطوات عملية لمنع استيراد النفط منخفض الجودة.